رجعوا يا جماعه، احنا هنتفرج للستش. هي دي رحمة محسن اللي بتتكرم ولا انا غلطانة؟ دي رحمة محسن صحيح. طب بيكرموها ليه؟ بيكرموها على ايه؟ يمكن بيكرموها عشان كده صحيح. انا ما شفتش الكلام ده بيحصل غير عندنا بصراحه. امال زعلانين ليه بقى من هدير عبد الرازق اللي المذيعه اياها راحت جابتها عشان تعمل بيها ترند واتوقفت، ورجعت تاني تعمل نفس الترند مع عبد الله رشدي واتوقفت؟ مستنيينها ايه؟ مستنيين ايه؟ ولا سوزي الاردنيه؟ ما كله محصل بعضه، واللي بيتوقف بيرجع، واللي بيطلع له فيلم بيطلع يمثل ويشتهر وياخد فلوس اكتر. دي كمان هتطلع بطله في رمضان الجاي ومشاهدات اكتر وفلوس اكتر. يعني انتوا مش عارفه عايزين تقولوا ايه؟ عايزين تقولوا للبنات والستات ايه؟ او عايزين تقولوا للشباب اللي عندها طموح ونفسها بفرصه زي اللي عندها؟ يعني في ناس كتير اصواتها حلوه ما ظهرتش للنور، وفي ناس كتير بتعرف تمثل ما ظهرتش للنور. اشمعنى دول اللي ظهروا النور؟ عايزين تقولوا للعيال ايه؟ عايزين تقولوا للشباب ايه؟ عايزين تقولوا لكل الستات اللي بتتفرج ربوا عيالكم على ايه؟ ربوا عيالكم على ايه؟ طلعوهم كده يعني اي حاجه علشان خاطر اي حاجه ديت بتبقى بعد كده معاها فلوس كتير وبتتشهر اكتر. ومحدش يقول لي ده جوزها، محدش يقول لي ده جوزها. جوزها بيصورها ليه؟ جوزها بيصور، هي توافق تتصور ليه؟ بتوافق تتصور ليه؟ حتى لو جوزك بتوافقي تتصوري ليه؟ معنى انه هيصور يبقى في نوايا خبيثه من ورا التصوير ده. بتوثق اللحظه؟ طب ما حضرتك الاصل معاك. ما هو بصراحة برضو يعني أنا أرجع وأقول لو كان اللي قبلها تحاسبه كانت هي اتحاسبت. يعني خالد يوسف لما رجع من مرة بعد الفضيحة إياها، عمرو أديب استقبله استقبال الفاتحين، وقعد يقول له وعملت إيه بره ومش عارفة إيه. ده كان أول زيارة ليه لمصر بعد الفضيحة إياها، ولا كأن حصل حاجة ولا كأن عملوا له حاجة. وادي هدير عبد الرازق طالعة وبتعمل فيديوهات تاني، والأستاذة طالعة تتكرم. يبقى المفروض إن إحنا نقول لعيالنا إيه؟ نقول لشبابنا إيه؟ ما تتعلموش؟ اللي عندكم فيكم عنده اي موهبه من اي نوع خلاص يدفنها ويقعد جنبها. وبرضه مش فاهمه تاني نقيب الفنانين فين؟ ايه مش خايف على الفن دلوقتي؟